الحلقة بتبدأ مع ليندا وهي في البيت وبتبقى بتتكلم مع جوزها في التليفون، وفي نفس الوقت بيبقى في الشغل وماسك جثة بيحطها في عربية الإسعاف، وبيقول لمراته تستناه ومش هيتأخر عليها. بعدها بيوصل للمشرحة بالجثة الجديدة، وصاحبه بيكون واقف بيحضر جثة تانية، وكيم بيشيل الجثة وصاحبه بيساعده وبيحطها على السرير وبيسأله مات بسبب ايه، فكيم بيقول له حالة اختناق، وبيسأل زميله عن الجثة اللي بيحضرها هو مين ده، فبيقول له دي مجهولة الهوية ومفيش حد جه يسأل عنه. وهنا كيم بيلاحظ ان الجثة ناقص منها الصباع اللي في نص رجليه، وبيسأل زميله هو الصباع ده راح فين، فبيقول له انا لسه مفيش اي معلومات عنه. بعدها كيم بيسيبه وبيعرفه انه مروح وهيرجع له بكره، وهو بيظبط الجثه الجديده صاحبه بيقول له سلم لي على ليندا. واثناء كلامهم النور بيقطع وبيجي، ولما بيروح يشوف في ايه فجاه الجثه المجهوله بيقوم يصرخ، والمنظر بيبقى مرعب قوي الحقيقه. بعدها بنروح لليندا وبتكون نايمه، وفجاه بتقوم على صوت غريب، ولما بتقوم بتحس بوجود كيان، وبتقوم تسال الشبح انت مين تقدر تبين نفسك، وبيظهر قدامها وبتقول له اكيد انت دلوقتي محتار وممكن تكون مش عارف اصلا انك ميت، انت تعرف ايه اللي حصل لك، يعني مش فاكر سبب موتك. وهنا فجأة جوزها بيدخل الأوضة وهي بتتخض، وبتقول له تقريبا جالنا ضيوف، وبيظهر وبيقول لها اتمنى ما اكونش انا اللي جبته معايا. وبعدها بيناموا. تاني يوم بنشوف كيم في الشغل وكان هياخد الخاتم، بس صاحبه بيسلم عليه وبيقول له وحشني يا صاحبي، بس كيم بيقول له ما تناديش صاحبي بعد اللي عملته، وبيعاتبه انه انفصل عن صاحبة ليندا، وليندا كانت بتلومه لانه صاحبه، وبيبدأ صاحبه يعتذر وبيقول له انه غلط وبيحاول يعتذر لها علشان تسامحه. بعدها كيم بيقوم ياخد الخاتم بتاعه ومش بيلاقيه، وبيستغرب لانه كان سايبه هنا، وبيسأل صاحبه لو شافه بس بيقوله لا. ولما بيبص جنبه بيلاقي آثار خطوات رجلين في الأرض بالدم، وبيتصدم لما بيشوف الرجل فيها 4 صوابع، وبيكلم الدم وبتيجي مراته وبيوريها الرجل اللي فيها 4 صوابع، وبيقول لها دي الجثة المجهولة. وبيروحوا على المشرحة وبيلاقوا إن الجثة مفقودة، وبيسأل زميله وراحت فين، فبيقول له فجأة اختفت وشكلي هتفصل من شغلي، أنا رحت أشوف النور ليه بيقطع وجيت على صوت صريخ وما لقيتش الجثة. وهنا ليندا بتقول له وريني ملف الجثة، ولما بتشوف صورته بتسأله مات ازاي، فبيقول لها شخص مجهول ضربه على دماغه، فبتسأله متأكد انه مات، فبيقول لها انه بيعرف الميت من نظرة، ده غير انه بيقيس درجة حرارة الجسم ودرجة حرارته كانت 90 درجة برودة. بعدها بيمشي وبيكلم مديره وبيقول لهم ما يلمسوش اي حاجة، وليندا بتقول لكيم ده الشبح اللي جالي امبارح، وفجأة بيظهر الشبح وبيقول لها ان محدش هيقدر يسمعني غيرك، وبيعرفها ان جسمه بيتحرك، وبيسألها ان جسمه بيتحرك ازاي وبيمشي مع انه المفروض يبقى ميت، ده غير كمان انه حاول يقطع رجله علشان يهرب، وانه مشي في الشارع والناس خايفة منه، وبيبقى باين انه تعبان وبيقع، وبيقول لها المكان اللي هو فيه، فجوزها بيقول لها انه هنا في القرية. وبعدها ليندا بتروح لمحقق صديقها وبيشوفوا فيديو مسجل بكاميرات مراقبة في مغسلة، والشبح بيقتحم المكان وبياخد لبس، وليندا بتقول له ان هو ميت، فبيتريق انه ميت وبيتسوى في مغسلة. فهنا ليندا بتحاول تفهمه انه فعلا ميت، فبيقول لها تعرفي ايه عن تعويذة الفودو، فبتقول له سمعت عنها في افلام الرعب، فبيعرفها ان الفودو دي ثقافة تاريخية عميقة بيحصل فيها حالة غريبة ومعناها اعادة الارواح، وبيعتقدوا القبيلة دي ان الارواح الارض بترجع للسماء، بس احيانا الروح بتتعلق في الجسم رغم الموت. وبيسألها لو كانت تعرف الزومبي او ان فكرة الزومبي مستوحاة من تعويذة الفودو، والقبيلة دي بيحبسوا الروح في الجسم وبيتحكموا في الحركة والمشي واسلوبه زي ما شفتي في الفيديو ده. وبعدها بيقول لها انه هيساعدها ويبحث في الموضوع ده، وبيروح يجيب لها شمع وبيقول لها دي كانت لكاهن من القبيله ودي بتجذب الروح المعلقه اللي هو بتحرره. وهنا بنشوف صاحب كيم بيروح لصاحبه ليندا وبيحاول يصالحها بس هي بترفض تصالحه. بعدها بنروح لليندا وبتولع الشمعه وبيظهر الشبح وبيلمس الشمعه وبيقول ان ده شعور مريح، فهنا بتقول له ده المفروض تساعدك تتحرر، وبتساله عن اسمه وبتعرف ان اسمه بريان، وبتساله لو شايف طاقه النور، بس بيقول لها مش هشوفها قبل ما الاقي جسمي، وبتسأله لو يعرف يحدد لها جسمه فين، وبيفضل يشرح انه شايف المكان اللي هو فيه. فهنا بتروح للمكان على وصفه ومع جوزها وبيشوفوا انه المكان مقتحم، فجوزها بيقول لها ان ده خطر الشرطة هتيجي، وفعلا بيلاقوا جسم الضحية وبيحاول يعدل ضلوعه المكسورة، وجوزها بيقول لها ازاي بيتحرك كده، فبتقوله ده زومبي وبتنادي باسم بريان. بس هنا بيظهر الشبح وبيقول لها ان مش هو اللي جوه الجسم ده، وفجأة بيظهر شخص تاني في الجسم وبيبقى طفل، وهي بتتفاجئ وبتسأل الروح انت مين وبتعمل ايه في الجسم ده. بس هنا بياخد الشنطة وبيقول انه لازم يجمع المهمات، وبيجري وبينط ورجليه بتتكسر بس بيعدلها وبيكمل جري، وكيم بيتصدم وبيقول ده حاجة مش طبيعية. وتاني يوم ليندا بتروح لصاحبها المحقق وبتقول على اللي حصل، وهو بيشرح لها وبيقول لها ان الطفل ده لما مات شاف جسم بريان ودخل فيه،
وبتقوله إن كان في علامة في عينيه، فبيقول لها دي معلومة مهمة، وبيسألها لو كانت تشنج ولا حاجة تانية، فبتقوله تشنجات، فبيوريها الفيديو اللي صوره وبيوريها طريقة المشي، وبيفهموا كده إن الطفل ده كان معاق. فبتسأله هنا طب إيه المهام اللي كان بيقول عليها دي، فبيعرفها إن حد بيتحكم فيه وبيأمره بحاجات، وبيقول لها بس خلي بالك ده طفل في جسم راجل، وكل ده بيبقى تحليلات وهي بتقدر تدور عن طريقها. ولما بتروح بتبحث عن الطفل اللي شافته وبتكلم حد كانت بترعاه، وبيطلع كان مشلول وفعلا على كرسي متحرك، وبتقول لها انها تبع اجتماع اللي اهل الولد عاملينه وانها عايزه تقابلها. وبنشوف صاحب كيم بيحاول يصالح صاحبه ليندا، بس برضه مش بتوافق وبتفضل تلومه على اللي عمله معاها وانها مش هتسامحه ابدا. وبعد كده بنروح لليندا وبنشوفها مع صاحبه الطفل، وبتعرف ان هما كانوا قريبين جدا وصحاب وانه عزيز عليها، وبتوريها ذكرياتهم سوا. وليندا بتشوف قائمه مهام مفروض كمان هيعملوها، وهي بتقول لها انه كان في المستشفى اصلا وعارف انه مش هيقدر يعمل المهام دي، بس كان عنده طموح. وبتتكلم وهي بتعيط، وبتبقى من المهام انه يروح لحفله المدرسه اللي هتتعمل علشان يفتكروا بعض 10 سنين، وانه يقرب من اميره المدرسه. وهنا ليندا بتروح وبتبحث في الموضوع، وبتعرف ان بريان كان حبيب اميره المدرسه ايام المدرسه. وبنشوف جسم بريان في حمام وبيغسل سنانه وبيروق على نفسه وبيلبس بدله. وليندا بتروح هنا لصاحبها اللي بيساعدها وبتحكي له اخر حاجه وصلت ليها، فبيقول لها انه لازم الطفل يكمل المهام بتاعته علشان يسيب الجسم، وانه يخطط انه يروح الحفله بتاعت المدرسه. فليندا بتساله الجثه تتحلل في قد ايه، فبيقول لها من 6 ايام ل8 ايام. فبتعرفوا ان ده اليوم التالت، وعلشان كده مطمنه انه هيقدر يحضر الحفله. وليندا بتساله فين المشرحه اللي بتغير شكل الجثه وبتديها حيويه، فبيعرفها المكان. وبعد كده بنشوف فعلا جسم بريان في المشرحه وبياخد كل المكياج اللي هيدي الوش الحيويه، وفجاه بيظهر كيم وبياخده ويربطه. وجسم بريان بيقول ان هو اسف بس سيبوني اروح الحفله، انا مش عايز اذي اي حد. بس ليندا بتقول له انت ليه عايز تاخد مكان بريان، انت لازم تسيب جسمه واللي بتراقبه. وبيظهر بريان وبيقول له انه يسيب جسمه. وهنا الطفل بيقول انت ما قلتلهاش انت مت ازاي، فبريان بيبقى مش عايز يحكي، بس الطفل بيحكي ان بريان فشل في حياته ايام المدرسه، وكان بيحب اميره المدرسه وكان قائد فريق الكوره، بس بسبب ضغط المذاكره والتدريب ما كانش بيقدر يلعب والكل بعيد عنه. حتى حبيبته بعدت عنه واتخطبت للقائد الجديد لفرقة الكورة. وبعد 10 سنين لما عملوا حفلة الطلاب كان لازم يروح علشان يعرفوا انه ناجح، وحاول يطلب من البنت تروح معاه علشان يبان انه عنده حبيبة، بس هي بترفض. وقتها بيحس بالاحباط وبيقف قدام عربية وبيموت، وبتبقى روح الطفل واقفة قدام العربية وبيحاول يوقفها بس بيموت، وروحه بتدخل في جسم بريان. وهنا الطفل بيحس ان دي فرصة ليه وانه يستحقها، وانه يستحق يعيش في جسم سليم، وان بريان ما قدرش يستغل الفرصة دي. وهنا ليندا بتقول لهم ان هما لازم يحلوا الموضوع ده علشان يتحرروا هما الاتنين، ولازم برين يروح الحفل. فبيقول لها ازاي، فبتقول له ان الطفل هيروح وهما معاهم، وبتقول للطفل يوعدها انه هيسمع كلامهم. وفعلا بنشوفهم في العربيه، وليندا بتحط مكياج لوش بريان علشان تقلل شحوبه، وهو بيقول لا ده كده كتير هيبان المكياج، فبتقول له لا بس ما تظهرش في اضاءه عاليه. وهنا الطفل بيقول انا هقول ايه لو حد سالني عملت ايه ال10 سنين اللي فاتوا شبح بريان، وبيقول له هتقول اللي انا هقوله لك. وليندا بتقول له بس من غير كذب. وفعلا بيدخلوا الحفله هما الثلاثه، والكل بيسلم على بريان وبيقولوا له كنت بتعمل ايه السنين اللي فاتت، فبيوريهم الخاتم اللي لابسه اللي هو بتاع كيم، وبيقول لهم انه انجح مسعف في المدينه. وليندا بتقول له بصوت واطي وعدتني من غير كذب. فبيبص على حبيبته القديمه وبينبهر بجمالها، وفجاه بيظهر خطيبها قدامه وبيفضل يستفزه ويضايقه وبيقول له انها خلاص اتخطبت، وده طبعا وجع قلبك. فبيرد عليه ان دي حاجه قديمه، وبيفضل يستفزه انه فشل في الفريق ايام المدرسه، وبيتحداه ان هما يدخلوا تحدي مباراه. وهنا شبح بريان بيقول للطفل انه يستفز خطيب حبيبته القديمه بكلام، وبيقول له على فكره انا كنت مع اختك زمان. وهنا بيهجم خطيب حبيبته عليه وبيوقعه، وبيدخل ازاز في بطن جسم بريان، وليندا بتخبي بطنه وبتجري لبره الحفله. وهنا شبح بريان بيقول انا اسف بس هو استفزني، وليندا بتقول له ما ينفعش نوديه المستشفى لانه اصلا ميت. وهي بتحاول تفوق روح الطفل انه ما يموتش قبل ما يقول لها على اللي المفروض يعمله، بس بيقول لها شايف نور وبيموت. وهما بيتضايقوا جدا لان كده روحه مش هتتحرك، بس بيظهر شبح الطفل جنبهم وبيفرحوا انه رجع. وبتقول له امال ايه الضوء اللي كنت شايفه ده، فبيقول لها لا ده ضوء الشارع اللي كان وراكي، وبيعرفها انه عايز منها اخر طلب. وبنشوف ليندا واقفه مع صاحبه الطفل وبتديها ورقه بخط ايده، وبتقول لها ان دي منه وهي بتعيط، وبتسالها ازاي جابتها. وبيبقى هنا الطفل شاطب على المهام انه خلاص نفذها، بس هي بتقول له انا ما عملتش حاجه. فبتعرفها ان روحها واقفه وراهم وبيطمنها، وهي بتشكرها وبتفرح جدا.
جدا. وكده بتكون مهمة الطفل انتهت هو وبريان، وبيقدروا يتحرروا وفعلا بيشوفوا تحت النور وبيبقوا خايفين يروحوا، بس ليندا بتطمنهم وفعلا بيتحرروا في سلام. وهنا بنشوف ليندا في المحل بتاعها مع جوزها وبيتكلموا، وبنعرف ان جثة بريان رجعت للمشرحة، وزميل كي مستغرب هي الجثة لابسة بدلة ازاي، وصاحبة ليندا بتيجي وبتعرف انها رجعت لصاحب كيم. ولحد كده بتخلص حلقتنا.